روحنا، ما بنتحرك من هون لتسلمونا على الواطي ظافر. شو الشغلة سايبة لك ابني انت وياه؟ سايبة الشغلة؟ لو مو سايبة الشغلة ما كان هالندل ظافر غدر بأبي بهالشكلة هي. تأدب يا ابني يا لطفي تأدب. هذا الكلام ما بينقال قدام جاهات ورئيس كراكون الحارة. وين كانوا الجاهات والكراكون لما انضرب أبي يا مختار؟ كلنا زعلنا على هالعملة يا ابني يا لطفي. بس نحن تعلم علينا من واحد واطي، مع انه الوالد لمن له امه وخنمها. ما في داعي للكلام لك عمي هلا، ما في داعي. لا في داعي يا معلم عمر، مشان تعرفوا شو كان الرد من ظافر وامه. لا تكونوا عون للشيطان على اخوكم ظافر، وفي مين ياخذ لكم حقكم يا ابني يا لطفي. امتى يا سيدنا؟ بعد ما صار ابي بين الحياة والموت؟ انا صار لي ساكت كل هالوقت مشان واجبكم يا جماعة، بس نفذ صبري، واذا ما بيغادر لطفي وجماعته هالمكان راح احفظهم كلهم ودكم من